فده لما يجي يقابلك على الترابيزه هيعمل معاك ايه؟ هيجيبك انت وايديك بقى واحد تاني ليه رياضات مختلفه. بمعنى كواحد بيلعب ريسلينج، تعالى كده العب معايا ريست مثلا. حلو، انا بعمل ايه في الريست؟ بعمل كده صح؟ فبعمل ايه؟ دي انترنال روتيشن. طب لو عملت بدي انترنال روتيشن برضه صح؟ فانا دلوقتي هبدا احط تمارين تخلي جسمي يتعود على الحركه دي، حركه الانترنال روتيشن. فانا ابقى بقوي جسمي عشان لما اجي اقابلك في المستقبل العب ريست، او ما انا بقى اعمل ايه؟ اعمل كده. دي اسمها تمارين وظيفيه. فانا ممكن ان انا العب تمرين زي ده لرياضه معينه عشان اقوي العضله، مش مجرد اقويها، لا ده انا كمان اقوي الاداء بتاعي عشان لما اجي العب ريست مع حد الاداء يتحسن. اديني مثال ان انا ممكن احط وزن، بس مش وزن بقى اللي اجيب بيه 10 عدات، لا انا ممكن احط وزن تقيل بحيث ان انا كل اللي عايزه ان انا اقوم عامل ازاي؟ حركه واحده بس كده. انا عايز وزن تقيل قوي، احاول اجيبه كده من اول مره. دي من ضمن التمارين الوظيفيه اللي انت بتحسن الطاقه الانفجاريه للعضله، ان العضله ذات نفسها تبقى قادره من اول ثانيه تغلب اللي قدامك. اول ثانيه تقوم انت عامل ازاي؟ عامل كده تقوم جايبه على طول، فاهم؟ فهنا اكيد هيبقى الموضوع مختلف لما انت تكون قادر تشيل الوزن ده، واحد تاني يشيل اخر وزن بعده واحده في طاقه انفجاريه. عشان كده مش كلها يقول لك ايه يا عم ده العصب بتاعه جامد، فاهم؟ عصب عنده شديد، يا عم هو بيتمرن الرياضه دي.